الفنون ورئيسة الملتقى الوطني التاسع لفنون المرأة. هذا الملتقى اللي كننظموا الجمعية كل سنة، وهذه السنة صدفة جاب بمناسبة الفوز الوطني ديال الفريق الوطني ديالنا واستقبال صاحب الجلالة الشباب والفريق الوطني والأمهات ديالهم. ومن خلال هذه المناسبات وبالمناسبة أيضا تقديم الوثيقات المطالبة بالاستقلال، يعني حنا حاولنا نجمعوا هذه المناسبتين هادو وننظموا من خلالهم هذا الملتقى اللي يعني شرفنا فيه الفريق الوطني ديالنا وتعطى دفعة يعني قوية للمرأة من خلال استقبال صاحب الجلالة للنساء. وخدينا درنا الافتتاح نهار 31 يناير واستمر حتى نهار 21 من 31 دجنبير الى 21 يناير عبر محطات. المحطه الاولى كانت بالافتتاح في دار الثقافه والى غير ذلك، والمحطه وكانت ورشه ديال الورشه ديال الحكايه الشعبيه اللي اطرها الدكتور محمد ابراهيم الهنائي، واللي استفدوا منها واحد المجموعه ديال الشباب باش نحتفظوا على الحكايه الشعبيه وعلى التراث ديالنا ما ينقرضش واللي ياخذ المشعل ديالو الشباب. وايضا المحطه الثانيه اللي هي غادي تشارك فيها واحد المجموعه ديال الشابات اللي غادي يقدموا لنا قصائد شعريه لاول مره وحصريا على مستوى الملتقى التاسع، ومجموعه ديال الشابات اللي تيمارسوا الفنون التشكيليه اللي قدموا اثبتوا لنا الفضاء ديالهم باللوحات ديالهم الجميله. واللي عزز هذه المحطه هذه الثانيه هي المجموعات ديال الحضارات اللي مشاركين معنا اليوم في هذه الامسيه. وموعدنا الحفل الختامي اللي هو غدا ان شاء الله السبت اللي هو 21 يناير اللي غادي نختتموا فيه الحفل، غادي نختتموا فيه الملتقى بحفل كبير اللي غادي يشاركوا فيه جميع هذه الفرق من بدايه الحفل الى الان. ومن خلال الموقع ديالكم انا كنشكر المدعمين وعلى راسهم وزاره الشباب والثقافه والتواصل بشخص السيد الوزير اللي تيدعم كل سنه هذا الملتقى. ومن خلالكم كنشكر المجلس الجماعي اللي كيدعم هذا الملتقى كل سنه، وتنشكر مجلس الجهه اللي تعاون معنا، وتنشكر باسمكم ايضا مجلس مقاطعه سيدي يوسف بن علي، وكنشكر السيد رئيس الدائره اللي وقف على قدم وساق باش تنظم هذا الملتقى هذا. وكنشكر الاجهزه الامنيه كلها هي في شخص السيد والي الامن والسيد والي ولايه جهه مراكش اسفي اللي كيشجعنا واللي المكتب ديالو مفتوح في وجهنا واللي كيدعم جميع الطاقات وتيشجع جميع المبادرات الجاده اللي كتهتم بالبلاد ومن اجل البلاد. المديريه ديال وزاره الثقافه بجهه مراكش اسفي اللي دعمات واللي سهرات واللي يعني واقفه معنا على قدم وساق. وكنشكروا ايضا مجلس مقاطعه كيليز في شخص السيد الرئيس سي عمر اللي دعمنا وشجعنا. يعني بلا هاد المؤسسات الحكوميه ولا المنتخبه ما غنقدروا نديروا والو، وحنا كنشكروهم بزاف. وتنشكركم اولا، كنشكر الصحافه المكتوبه والمسموعه والالكترونيه والمرئيه على التغطيه ديالها وعلى المواكبه. وتنشكر من خلالكم من خلال الموقع ديالكم الاذاعه الجهويه وعلى التتبع ديالها. وبلا صحافه وبلا اعلام وبلاكم ما غاديش يوصل الفن ديالنا، ما غاديش توصل خدمتنا، ما غاديش يعرفوا عامه الناس الاشتغالات ديالنا. انا تنشكركم بزاف يعني بصفه شخصيه كرئيسه الفريق، كنشكر بزاف الصحافه، بلا بكم ما غادي حتى شي واحد ما غادي يعرفنا اشنو كنديروا.